ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده كده قلت ايه، عندي شويه حاجات لازم اعملهم، والغسالة كمان كان فيها غسيل، كان فيها حوالي ملايتين او ملاية وكفيرتا وهدوم بقى محمد على هدوم رحيمي والكلام ده. فقلت ايه اقوم اخدهم كده بسرعة على السريع بالمرة. ايه طول ما انا مشغلة الموتور بحب اقف في المطبخ، يعني احب وانا بغسل يعني الغسيل والغسالة شغالة احب اقف اغسل المواعين في المطبخ عشان مش كل شوية اولع الموتور. اول حاجه بقى دخلت كده الحمام، فتحت الشباك، هو الشباك مطرب بس من جوه، بس ان شاء الله لما اشد حيلي شويه كده هصبن الحمام تصبينه كويسه. بصبن بس اللي هو الحوض والقعده والبانيو والارض، انما الحيطان بصراحه كل فين وفين يعني بس ما بتتغيرش ولا بيحصل لها حاجه. برش عليها كده ديتول وبالمسحه وبمسحها. فتحت كده الغسالة وحضرت الكمية اللي هتدخل جواها، يعني عشان غسالتي بالذات لما مثلا املاها نصها مثلا غسيل، تيجي تعصر تخبط كده في الجناب وتمشي من مكانها، بحسها ان هي بتخرج بره الحمام اساسا. ولو مليتها على عينيها برضك تيجي تعصر تخبط برضك في الجناب وتمشي من مكانها. فقلت كده ايه احطهم ايه حبه مناسبين، يعني ولا كتار قوي ولا صغيرين قوي، بس هما 3 فمات يعني زي ما بتقولوا كده. غسلت اللي هو اول فم ده، وبعد كده احط الملايه والمفرش، الملايه والكوفرتا سوري، وبعد كده احط بقى ايه هدوم محمد في الاخر، بنقعها كده حوالي ساعتين كده ولا حاجه، بعد كده ببتدي ان انا اغسلها. بس كده. وبعد كده طالما بقى قلت ايه طالما الموتور شغال في الحمام ادخل على المواعين. عندي كده كام صحن من امبارح، بصراحه اتغدينا وتعشينا وما كنتش قادره بقى خالص ان انا اعملهم، فقلت مش مشكله هما يعني الصحون، فالصحون بتبقى خفيفه كمان في غسيلها، فشطفتهم كده شطفه بسيطه امبارح، وقلت ايه بكره ان شاء الله هصبنهم. اول حاجه بقى عملتها اول ما دخلت المطبخ غسلت البوتاجاز، طبعا ده اساسي قبل ما بعمل الغدا لازم اغسله. وبعد كده حضرت الغدا بتاعنا وعلقت بقى عليه على النار، عقبال ما يستوى الغدا بتاعنا بكون خلصت الرخامه كلها بالمواعين وكنست الارض، والدنيا راقت يعني عندي، بحيث ايه اول ما الغدا يخلص خلاص اطفي النور واغطي الحلل واطلع بقى ايه اشوف الدنيا ايه محتاجه ايه في الصاله، في اوضه النوم، في البلكونه، في الحمام، في الكلام ده. كانت اوضه النوم كده عايزه تتروق ترويقه نظيفه، فبصراحه كده ايه خدتها برضك من على الوش، غيرت الملاية وكنست السجاد بالمكنسة الكهربائية، وشلته كمان ومسحت تحتيه كده بالشرشوبة، ومسحت بقى الكومودين والسراحة والكلام ده، بس على الخفيف برضك مش اللي هو بعمل بضمير قوي، فاهمين؟ بس كده. والبلكونه كمان كنستها، قلت بما اني كمان هدخل انشر فايه عايزه البلكونه ايه تبقى نظيفه كده وانا واقفه. بس بصراحه اليوم ده انا منشرتش، يعني انا الغساله عندي بتغيب جدا جدا في الفم الواحد، لان هي بتغسل بعد كده تفضي ميه وتملى تاني عشان تشطب، بعد كده تفضي ميه وها يعني ممكن الفم الواحد ياخد ساعة ونص ساعتين عقبال ما تخلص خالص، ما اعرفش ده عيب ايه يعني فيها بصراحة. وكمان عندي غسالة رحيم بايظة شوية، املاها الصرف بتاعها بقى اللي هو بينزل المية ده ما بينزلش، ما اعرفش مسدود ولا ما اعرفش فيه ايه، فما بشغلهاش. كانت بصراحة بترحمني جدا، بالذات في هدوم رحيم، كنت بغسل فيها هدوم رحيم والفوط، بس من بعد بقى ما هي اتسدت او هو الخرطوم بتاعها باظ ما اعرفش فيه ايه، ما بقتش بصراحه ايه بشغلها، بخاف عليها لا الموتور بتاعها يبوظ او حاجه تبوظ فيها اكتر. فقلت بقى ان شاء الله شويه كده اوديها لبتاع الغسالات، او اجيب الضمان بتاعها البيت يعني وكده، واشوفها فيها ايه. هنا بقى انا كنت خلاص خلصت المواعين وشطفتها ودعكت الحوض ودعكت الحنفيه وظبطت الرخامه بتاعتي والحمد لله. سويت بقى الدنيا في الارض، شلت بقى السجاده دي، السجاده ما كانتش نظيفه خالص، ولحد الان والله العظيم ما غسلتها، هي محطوطه عندي في البلكونه. اليوم ده انا كنت ناويه بصراحه اغسلها معاكم، بس ما كنتش قادره خالص، الضغط لسه عالي عندي ومش بيوطى. هنا رحيم بقى كان لسه صاحي وانا ما كنتش لسه بقى خلصت الاوضه وكده المطبخ يعني، فقلت ايه اجيبه يقعد معايا بدل ما يقع من على السرير، عندي السرير عالي بصراحه فبخاف ايه يقع من عليه، وهو كان لسه بقى صاحي ولا استحمى ولا اكل ولا عملنا فيه اي حاجه لسه. هنا بقى ده تاني يوم الصبح،
يعني الروتين ده انا مصوره نصه امبارح ونصه النهارده. امبارح عقبال ما الغساله خلصت كانت حوالي الساعه 8 بالليل او 9 حاجه زي كده. اما خلصت بقى كل الغسيل اللي عندي، مع انهم حبه صغيرين والله العظيم، بس بتغيب جدا عندي فبتخنقني. لو غساله رحيم كانت شغاله فكان زمانهم كل دول خلصوا في ساعتين 3. فبصراحة بقى امبارح كسلت خالص ان انا ادخل انشر، وكمان كانت الليل دخل خلاص، وما بحبش انشر بالليل، معرفش ليه يعني، ما بحبش اولع نور البلكونة بالليل واقف انشر. بحس البلكونه بتبقى ملفته جامد، لان انا في وشي كمان عماير، والعماير بقى على طول ناس واقفه في البلكونه والكلام ده. فلما بالليل بنور البلكونه بحس بقى ان اي حد واقف بيبص عندي في البلكونه. فبصراحه ما بحبش انشر بالليل بسبب كده، بحب انشر كده بالنهار، بيبقى الدنيا ملهيه خالص كده يعني. بس كده. هنا بنشر بقى هدوم رحيم الاول، ده طبعا اساسي، قبل ما اخلف رحيم كنت بنشر هدوم بابا الاول، بعد ما خلفت رحيم بقت هدوم بقى رحيم هي الاول. عايزه اقول لكم ان مش هو ده كل الغسيل، انا كنت غاسله كمان طقمين كده بتوع شغل بتوع محمد، فانا شرطهم في المنشر الداخلي، يعني مش هو ده كل الغسيل اللي اتغسل. عايزه اقول لكم ان الشتاء النهارده كان مغرق الدنيا، يعني انا كنت صاحيه من الساعه 9 وصاحيه مخصوص بدري، قلت ايه انشر بدري عشان بالليل المه. فقمت لقيت الدنيا بتشتي والشارع عندنا بحر، فبصراحه نشرت بقى متاخر، وبكره الصبح بقى باذن الله هبقى المه. امبارح بقى انا قلت ايه، طالما انا بكسل افطر فاعمل حاجه كده ايه خفيفه وبسرعه افطر بيها الصبح. قررت ان انا اعمل ايه اللي هو البوريك ده اللي بنشتريه من الفرن، بحبه جدا بحبه جدا، بس بصراحه بعمله في البيت بيبقى احلى بكتير من بره. اول حاجه جبت كيلو دقيق، على الكيلو دقيق حطيت زبدتين وربع كوبايه من الزيت، ومعلقه بيكنج باودر او كيك شيف، وكيس صلصه، والصلصه دي اساسي عشان يطلع كده ايه لونه احمر، وجبت كيس لبن نيدو وحطيت رشه ملح، ومعلقه كده ايه بسيطه من الخل. قبل بقى ما بعمل كل ده جبت كوبايه وحطيت ربعها ميه سخنه، وبعد كده حطيت عليها الكيس الخميره اللي انتوا شفتوه ده في الاول، وحطيت عليها معلقتين من السكر، وقلبتهم كده ايه واسيبهم ايه يتخمروا شويه، عقبال ما ايه حطيت بقى المكونات اللي انا قلت لكم عليها على الدقيق. بعد كده عجنتها كويس جدا، بصوا لونها تحسوا ان هي مديه على حمار كده شويه. حطيتها بقى في البلاستيكه دي او حطيها في اي بول عندك، واسيبها بقى ايه تتخمر كويس، بس ايه اغطيها كويس جدا، يعني انا بغطيها مثلا بورق استرتش او اي كيسه عندي بغطيها بيه، وبحط عليها فوطه، وبشغل الفرن واحطها من فوق، يعني على البوتاجاز من فوق، والفرن شغال، بحيث ان هي ايه السخونيه تطلع ايه عليها تخمرها لي بسرعه. بس انا بتاعتي العجينه دي خمرت، بس بصراحه ما خمرتش اللي هو التخميره اللي انا عايزاها، معرفش ده العيب في العجينه ولا العيب في الخميره، بس والله طلعت حلوه جدا. هي نشفت مني سيكه كده صغيره، بس النشفان بتاعها ده كان حلو، يعني كان مديها طعم لذيذ يعني. بعد كده الكور بقى اللي احنا كورناهم، اللي هم الاربع كورات اللي احنا كورناهم من العجينه، بفردهم كده باللي هو بتاعت الفطير دي، بس السمك بتاعها ولا يبقى رفيع قوي ولا يبقى تخين قوي، وبجيب كده كوبايه وبفضل ايه اتك كده على العجينه كده من فوق زي ما شفتوا، بحيث ان ايه كلهم يطلعوا سوا واحد، ولا واحده كبيره قوي ولا واحده صغيره قوي. بعد كده باي حشوه عندك، اي نوع جبنه انت حباه حطيها. انا هنا كان عندي نص علبه جبنه كانت باقيه، فقلت ايه هستخدمها مش مشكله. بس بالجبنه التركي كمان بتبقى حلوه قوي، بس انا ما كانش عندي بصراحه جبنه تركي. وبحطهم كده، بحط الجبنه في نص العجينه وببرمها كده البرمه بتاعه البوريك. انا قلت هي حاجه سهله يعني اقوم الصبح افطر منها على طول، لان انا من النوع اني بكسل اعمل فطور، او لو ما فيش حد قاعد معايا في البيت ما بفطرش، ممكن يعني استنى اتغدى مع محمد بالليل لما يجي على الساعه 5-6، ده بيبقى فطوري. غير كده ما افطرش ولا زبادي ولا اي حاجه. فقلت ايه دي حاجه بسيطه وخفيفه ومش هتاخد معايا وقت يعني اعملهم، وبصراحه عملوا معايا كميه محترمه تقعد معايا 5-6 ايام كده، وان شاء الله لما تخلص هبقى اعمل بقى ايه حاجه تانية، بس ايه نوع تاني. وبصراحه لما بعمل معجنات في البيت بتبقى حلوه جدا، وبحس ان البيت فيه بركه كده وفيه خير والله العظيم، وبتبقى ماليه البيت يعني بصراحه، سواء قرص سواء بسكوت سواء كحك الكلام ده، بحس اني ما شاء الله يعني عندي كل حاجه في البيت. منين ما بعوز مثلا افطر او اتعشى فبقوم ايه اخد حته ولا حتتين مع كوبايه شاي بلبن، بتبقى حلوه قوي.
والعجينه دي اللي هي لسه على الرخامه اللي انا خلاص شلت من حواليها الكور دي، انا بلمها زي ما انتم ما شايفين كده، وبرجعها تاني للصينيه اللي هي انا فرشاها دي من تحت، وبحطها وبغطيها، وبستخدم بقى الكور اللي حواليها وبرجع لها دي في الاخر اعملها من تاني. هنا بقى انا جبت بيضايه واحده وحبه لبن، وقلت ايه امشيهم كده ايه عليه. انا بصراحه لما سالت اللي بيعملهم يعني قال لي مش لازم او ما تعملهاش، ممكن تحطي لبن مع نسكافيه، بس انا بصراحه ما كانش عندي نسكافيه فاستخدمت البيض. انا قلت بصراحه مش هيطلع معايا مظبوط، ليه بقى؟ لاني حسيت ان الخميره ما خمرتش التخميره اللي انا عايزاها او التخميره المطلوبه للعجينه. فقلت ان شاء الله في اي معجنات تانية هجيب اللي هي العجينه اللي هي بتاعه العيش اللي في الافران دي، فهجيبها دي ان شاء الله وبعمل بيها، بلاش بقى اللي هي الخميره دي بصراحه ما بتخمرش معايا. هنا بقى بعد ما خلاص دهنت الوش لبن وبيض، حطيت كده حبه البركه على كله يعني، لان احنا لما بنيجي نشتريها من الفرن بتبقى ايه عليها حبه البركه، بصراحه بتبقى حلوه قوي. فحبيت بقى ان انا ايه اجربها، فقلت ايه لازم ايه اعملها كامله متكمله. وبصراحه والله العظيم 3 مش شكرانيه في نفسي، هي طلعت حلوه قوي. بس وكمان بتبقى حلوه قوي للاطفال، لو انت عندك اطفال في الحضانه وكده وفي المدرسه وبياخدوهم معاهم نازلين، بتبقى حلوه قوي كمان بدل السندوتشات. هنا بقى انا كنت خلاص حطيتها في الفرن، فبشوفها بقى استوت من تحت ولا لا عشان احمصها من فوق، احمر وشها يعني. بعد كده بقى ايه هشغل على الشوايه، خلاص كده يعتبر اتحمصت من تحت، اتحمرت من تحت، فهشغل بقى على الشوايه، وده منظرها بقى في الاخر. بعد كده بقى هرصها في الطبق وادخلها الاوضه اللي انا قاعده فيها. عايزه اقول لكم حاجه بخصوص الضغط، صح؟ بقيت بشرب كركديه زي ما انتم ما قلتولي. انا كنت بغلي الكركديه الاول، يعني الاول كنت بغلي الكركديه على النار عشان احس بطعمه. في ناس كتير قوي كتبولي انت لازم تنقعيه، يعني انقعه ومغلوهوش وبعد كده ايه اشربه. بصراحه حلو جدا. وكمان قالولي على توم، احط توميه تحت لساني. بصراحه بعمل دي كل يوم، بتنزل معايا الضغط وبتظبطه يعني، ولا بيبقى واطي ولا بيبقى عالي. مع شرب الكركديه بقى والدوم وكده فالدنيا بتتظبط معايا. هنا بقى كنا وصلت لنهايه